لو بتدور انك تحسن من نفسك وتحسن من مادياتك وتحسن من فلوسك وتلاقي مكان تشتغل فيه، او انك انت حتى تبني شركتك الخاصة وانك تبدأ تكون حر ماليا، فانت لازم يكون عندك حاجة مهمة جدا، وهي ان يكون عندك مهارة، والمهارة دي تكون قيمتها عالية، تقدر انها تقدم قيمة كبيرة للناس عشان تقدر ان هم يدفعوا لك عليها فلوس كبيرة. والنهارده انا جاي اكلمك من غير اي تضييع وقت على 5 مهارات، معظمهم في حاجات جربتهم وحاجات ما جربتهمش، اللي هم اقوى المهارات في 2025 ده لو بالمسمى دوت. وكمان المهارات ديت هتفضل مكمله وعمرها ما هتموت، لان هو ده المستقبل بتاعهم. بل مش بس كده، كمان انا جاي النهارده اقول لك كمان على طريقه، احسن طريقه تعرف تلاقي بيها المهاره الانسب ليك، لانك لو ما لقيتش المهاره الانسب ليك وفضلت تقعد تعمل في مهارات بشكل عام مش هتلتزم عليها ومش هتكون احسن شيء بالنسبه لك. فكمان في اخر الفيديو ده هتكلم عن طريقه انا نفسي جربتها وهي الطريقه اللي نفعت معايا علشان تقدر تلاقي بيها المهاره الصح ليك انت. من غير اي تضييع وقت خلينا نبتدي بيها على طول. المهاره الاولى اللي هاجي اتكلم عنها هي مهاره انا نفسي شخصيا جربتها، وممكن تشوف حتى على اليوتيوب الفيديوهات اللي انا عاملها عنها، وهي الديجيتال ماركتنج. الديجيتال ماركتنج ان هو التسويق الاونلاين او التسويق على النت. في منه تفرعات كتيره جدا زي SEO، زي ميديا باينج، زي سوشيال ميديا مانجمنت، تفرعات كتيره جدا. لكن اللي انا هركز عليها النهارده، واللي انا دي كانت تخصصي في وقت ما، واللي انا ما زلت بشتغل بيها ومعايا عملاء فيها لحد دلوقتي، هي الميديا باينج. وايه هو اصلا الميديا باينج؟ الميديا باينج بشكل عام انك انت بتعمل اعلانات على الاماكن زي زمان كانوا بيعملوا الاعلانات مثلا على التلفزيون والراديو، وبيحاولوا يجذبوا الناس عن طريق الحاجات دي كلها. دلوقتي بيعملوا نفس الشيء لكن بيبقى على النت بقى. فالميديا باينج بيعمل ايه بالظبط؟ هو بيعمل الاعلانات اللي موجوده زي على فيسبوك وعلى انستجرام، على جوجل، على لينكد ان. وطبعا مهاره انك تعرف تجيب ناس جديده للشغل بتاع بيزنس، دي مهاره قويه جدا، معناه انك انت بتجيب شغل للناس اللي معاك او للكلاينتس اللي موجودين معاك، فهيدفعوا لك عليهم فلوس. فكل ما هم يكبروا فكل ما انت تكبر. ومتوسط المرتبات بتاعت الناس الميديا باينج في مصر او الناس عامه اللي بيشتغلوا في المجال الديجيتال ماركتنج، ومتوسط المرتبات بتاعت الناس اللي بتشتغل في الميديا باينج وفي الديجيتال ماركتنج الموجودين في مصر بتتراوح مثلا ما بين 15000 ل 25000. ودي طبعا بيتراوح ما بين مده الخبره اللي عنده والمكان اللي هو شغال فيه وحاجات كتير. وفي ناس بتقبض اقل من كده، وفي ناس بتقبض اكتر من كده بكتير، لكن ده الرينج المعتمد او المتواجد عامه من الناس اللي انا سمعته يعني. تاني مهارة واللي جاي اتكلم عنها النهاردة وهي مهارة ال AI automation. ايه هو ال AI automation بشكل عام؟ انك انت دي مهارة بجد لو انت استثمرت فيها من دلوقتي وهي متناسبة معاك، انت هتكون من الناس زي مثلا ان هم استثمروا في البيتكوين من فترة طويلة جدا، انت هتكون بالظبط من الناس ديت مع ال AI automation. لان مفيش شغلانات كتيرة في الموضوع دوت، مفيش ناس كتيرة تعرف عنه دلوقتي، لكن هو في بيزنس كتير عارفه ان فكره ان الاي اي بيكبر وعايزه تشغلهم معاه، لكن مش لاقيه الناس اللي توفر لهم الحاجه دي. وايه هو بالظبط الاوتوميشن ده؟ عباره عن انك انت تشوف مثلا زي تولز زي شات جي بي تي وتولز تانية كتيره جدا، تعرف انك انت تربطهم ببعض، فتعرف تقدم للي قدامك زي سيستم يسهل له الانتاجيه عنده. والكلام ده بينفع جدا لو انت تعرف تقدمه مثلا لايجنسي او وكاله، تعرف انك انت تقدم لهم خدمه زي ديت، هيكون مفيده جدا وهتوفر عليهم وقت كتير جدا وفلوس كتيره جدا، فهيدفع لك عليها كتير جدا جدا جدا، وهتبقى من الحاجات اللي انت استثمرتها فعلا في نفسك. تالت مهارة اللي انا جاي اتكلم عنها النهاردة وهي المهارة اللي انا بعملها دي دلوقتي حالا اللي انت شايفها قدامك، وهي مهارة الكونتنت كرييشن او البيرسونال براند او ايا يكن المسمى اللي انت عايز تسميه ليها. لكن هي بشكل عام انك انت تعمل فيديوهات، تعمل كونتنت، الكونتنت دوت يكون سواء مؤثر، سواء يكون كونتنت دوت مفيد للناس، سواء الناس بتقدر ان هو تريليت معاك فيه. طبعا مش الشركات تدفع لك اللي هو من حيث لا مكان، مع ان ده فعلا موجود ويدفعوا لك فعلا، زي مثلا لو استثمرت على بلاتفورمز زي يوتيوب او ايا يكن انستجرام او ايا يكن الحاجات دي كلها. لكن كمان بالنسبة على كده لو هو مناسب معاك حاجة زي دي، فهو مجال باسيف انكم، تعرف تجيب منه فلوس وانت نايم حرفيا، لانك الفيديوهات ديت شغالة فتعرف ان ناس تانية تشوفها وهكذا، والدايرة شغالة شغالة شغالة. لكن ما تخليش دايما الفكر الجميلة ديت اللي تخليك تختار فيك يعني مهارة او لا. هنتكلم عن الموضوع ده برضو في اخر الفيديو فما تتسرع. رابع مهارة واللي انا عايز اتكلم عنها برضو هي مهارة السيلز. انا اشتغلت سيلز فتره طويله من وقتي، او مش طويله جدا يعني بمقارنه بالناس بتشتغل، لكن فتره محترمه ان انا اشتغلت كسيلز. ومهاره زي انك انت تعرف تبيع البرودكتس بتاعت شركه معينه او لنفسك، حتى مهاره لازمه في كل حاجه. يعني سمعت كل الحاجات اللي انا قلتها دي، لو انت بتعمل مهاره زي الديجيتال ماركتنج، زي الكونتنت كرييشن، زي مثلا الاي اي، ايا يكن المهاره اللي انت بتعملها، لو ما بتعرفش تبيعها
فانت دوت زيرو. لو انت مش عارف توصل للناس وتقنعهم بالمهاره اللي معاك ديت، فانت كده مش هتعمل اي حاجه. ففكره انك انت تكون شاطر في السيلز وانك انت تعرف تبيع للناس الحاجه، حتى لو انت زيرو في كل حاجه، اتعلم السيلز، انزل اشتغل شغلانه سيلز هتفيدك ولو 1%. ودوت كلام مني انا ووعد مني بالحاجه ديت. ورابع مهاره، وقبل ما اخش على رابع مهاره انا عايز بس اقول لك حاجه سريعه عن السيلز برضو، ان في ناس بتقبض مرتبات بسبب السيلز في مصر بشكل عام. انا بتكلم عن مصر لان انا من مصر. بيقبضوا مرتبات كبيره جدا بسبب بس ان هم مثلا بيشتغلوا في العقارات مثلا، او بيشتغلوا في المجال السيلز، او ايا يكن المجال اللي بيشتغل فيه. لكن في ارقام كبيره جدا، يعني انت بتسمع مثلا من الفيديوهات اللي بتقعد تشوفها 100,000 200,000، على فكره دي ارقام صغيره بمقارنه باللي في ناس تانية بتعمله. فمجال زي السيلز مجال قوي جدا، ولو استثمرت فيه هيفيدك انت شخصيا في حياتك عامه، مش بس كمهاره. خامس حاجه، واللي هي فعلا من المهارات اللي انا ما جربتهاش شخصيا لان انا مش اشطر الناس فيها، لكن انا شفت ناس فعلا بتستفيد منها واشتغلت وعملتها كمان شغلها الاساسي، هي مهاره الكوبي رايتنج او الكتابه بشكل عام. لو انت من الناس اللي تعرف تكتب كلام يشد الناس انها تكمل قراءه وان هي فعلا تشتري وتكمل، الشركات هتدفع لك فلوس رهيبه. في اللي كوبي رايترز اللي اعرفهم اللي بياخدوا مثلا $70 في الساعه ل $80 في الساعه، لكن دول متطورين جدا، يعني دول بقالهم مثلا 6-7 سنين بيكتبوا في مجالات كتيره مختلفه لها علاقه بالكوبي رايتنج بشكل عام. بيكتبوا في مجال الماركتنج، مجال الجيمنج، مجال ايا يكن المجال اللي بيكتبوا فيه، لكن معظمهم بيعملوا فعلا فلوس كتيره جدا لانهم استثمروا في مهاره قويه زي دي. ودلوقتي انا جاي لك عند اهم حته في الفيديو، وهي فعلا اهم من كل اللي انا قلته ده كله، لان انا نفسي كنت بعاني منها وكانت بتاثر فيا انا شخصيا. فكره ان هي اختار انهي بقى من كل دول. انت عمال تقول لي ديجيتال ماركتنج، سيلز، وتسمع فيديوهات تانية وبيقولوا لك برضو على مهارات تانية تعرف تعملها، لكن انهي واحده فيهم فعلا اللي هي تكون انسب ليا، اللي اعرف التزم بيها واعملها لمده طويله كفايه علشان ابقى شاطر فيها؟ فمين فيهم دولت اللي يكون انسب ليه؟ وهنا في سؤال هو اللي دايما ساعدني ان انا اختار حاجه زي دي، والسؤال ده هو كالتالي. انا عايزك تبص على المهارات ديت بشكل مقلوب. دايما الناس لما بتيجي تبص على المهارات بتشوفها بالشكل الايجابي، اوه ده انا هيجيلي فلوس كتير، ده انا هعرف اعمل كذا، ده انا هعرف اجيب كذا، ده انا هعرف اشتغل من البيت، ده انا هعرف اعمل كذا. لكن انا بقى عايزك في الفقره ديت تفكر بالشكل العكس، بالشكل السلبي. يعني ايه بالشكل السلبي؟ يعني انت دلوقتي فكرت ان انت مثلا عايز تخش مجال زي الديجيتال ماركتنج وتبقى ميديا باير. عايزك بدل ما تفكر في كل الحاجات الحلوه اللي ليها علاقه بيها، فكر في كل الحاجات الوحشه اللي انت ممكن ما تحبهاش في حاجه زي دي. يعني اقعد تقول لنفسك حاجه زي الميديا باينج، ايه اللي ممكن ما يكونش انا بحبه في الحاجه دي؟ هيجي في دماغك حاجات مثلا زي انك انت المفروض كميديا باير تقعد تدقق في المعلومات كتيره جدا، تبقى شخص تحليلي يقعد يبص في الارقام، يشوف ايه اللي شغال، ايه اللي مش شغال، ايه اللي نقدر نستمر عليه، ايه اللي ما نقدرش. لو انت من الشخص اللي ما بيحبش ان هو يدقق في المعلومات، فالمجال ده مش هيكون انسب حاجه ليه. لو انت بتحاول تبني ايجنسي او وكاله، وفكره انك انت كل شويه تقعد تجري ورا عملاء، كل شويه تقعد تقدم لهم خدمه هم مش بيحبوها اصلا، او في ناس كتير قدمت لهم الموضوع دوت وانت مش مقدم لهم اي حاجه مميزه، وانت بس بتكمل البروسيس ديت علشان انت بس حد قال لك ان هي مهاره عاليه، فمش هتنجح. فانا عايزك دلوقتي حالا توقف الفيديو، وقف الفيديو واسال نفسك السؤال دوت في كل مهاره انت جت في دماغك واحنا بنتكلم. اسال نفسك ايه كل الحاجات السلبيه اللي هتعدي بيها مجرد انك انت تبدا حاجه زي دي. كل مهاره وكل حاجه هتختارها لازم في حاجه هتضحي في المقابل مكانها بالحاجه ديت اللي انت تعمله. فانت المهاره اللي عايز تختارها دي تختارها بناء على السلبيات اللي تقدر انك انت تتعايش معاها. يعني انا فكره زي الميديا باينج لما جربتها ممكن حاجه كبيره جدا ما تعجبش الناس، ان انت المفروض تفضل تدور على كلاينتس جداد، تفضل تشوف ناس جداد، تفضل تجيب ناس يتعاملوا معاهم جديد، تفضل مقدم لهم نتائج كويسه عشان يفضلوا شغالين معاك. دي كلها لو الحاجات دي تقدر انك انت تتعايش معاها وتكون مناسبه بالنسبه لك وجميله وجدا، والحاجه السلبيه تبقى انت متماشي معاها، المهاره دي تبقى كويس فيها. ودي كانت اول طريقه فعلا ساعدتني في الموضوع. تاني طريقه انك انت بدل يعني ما تسال نفسك الاسئله ديت، انت تقعد تجرب. مفيش حل غير لو انت ما جربتش حاجات كتيره كفايه. لو انت طول عمرك شغال مجرد في شغلانات من 9 to 5 وبس بتشتغل وكده وما بتعملش اي حاجه في حياتك، ممكن انت بس تلعب شويه، تنزل شويه، تعمل شويه، مش مجرد حاجات كفايه، فمش هتعرف نفسك كفايه.
فلازم تجرب حاجات كتيره جدا، زي انك جرب كل المهارات دي. مش بقول لك اقعد شهور جربها، لا، ادي كل مهاره فيهم مثلا اسبوع او 2 يكونوا كافيين انك انت تعرف المهاره. وتحذير في الاخر، تحذير، ما تاخدش اي كورس في اي حاجه، لان انا صرفت فلوس كتيره جدا على كورسات وعلى حاجات وفي الاخر ما استخدمتهاش، لان لقيت نفسي في الاخر مش هي دي الحاجه اللي هي احسن حاجه. اليوتيوب فيه حاجات كتيره جدا تقدر تساعدك فيها، وتلاقي كورسات بالملايين في اي مجالات عن اللي احنا اتكلمنا عنهم دول كلها، واي حاجه عامه انت بتدور عليها. فدور على اليوتيوب الاول وخد التجربه الاول قبل ما تقرر انك انت تودي في اي حاجه من دول. وبس. لو بيعجبك محتوى زي دوت وحابب انك انت تنمي من نفسك وبشارك رحلتي معاكم في الحاجات اللي نفعت معايا، اعمل لي سبسكرايب، لايك، بقية الحاجات اللي انت عارفها. سلام.